بعد شهور من إعلان الانفصال رجع اسم بسمة بوسيل وتامر حسني يتصدر الترند من جديد، لكن المرة دي بسبب ظهورهم المفاجئ سوا في مباراة مصر وروسيا الودية على استاد القاهرة الدولي، واللي خطف أنظار الجمهور بشكل كبير جدا. إن الظهور كان مختلف لأن رغم الطلاق اللي حصل بينهم إلا إن الثنائي ظهروا في أجواء عائلية هادية ومعاهم أولادهم تاليا وأمايا وآدم، وهم بيشجعوا منتخب مصر وسط حماس الجماهير في المدرجات. الجمهور لاحظ حالة التفاهم والراحة بينهم، وده خلى السوشيال ميديا تشتعل بالتعليقات والتساؤلات حوالين طبيعة علاقتهم بعد الانفصال. بسمة كمان شاركت صور وفيديوهات من أجواء اليوم عبر حسابها على انستجرام، وكتبت تعليق بسيط لكنه لفت انتباه الناس جدا. قالت فيه: العيد فرحة. وناس كتير شافت إن الرسالة فيها حالة من الهدوء والاستقرار العائلي رغم الانفصال. أما المفاجأة الكبيرة فكانت تفاعل الجمهور، لأن عدد كبير من المتابعين بدأوا يتساءلوا هل ممكن العلاقة ترجع تاني بين تامر وبسمة، خصوصا إن دي مش أول مرة يظهروا فيها مع بعض بعد الطلاق، لكن كل مرة بيأكدوا إن علاقتهم الحالية قائمة على الاحترام والصداقة علشان أولادهم يعيشوا في أجواء مستقرة بعيد عن المشاكل والخلافات. وفي نفس الوقت ناس كتير أشادت بتصرفهم، وقالوا إنهم بيقدموا نموذج محترم للانفصال الناضج، وإن وجودهم سوا لدعم أولادهم شيء إيجابي جدا، خصوصا إن الأطفال كان واضح عليهم السعادة طول الوقت داخل الاستاد. ومع انتهاء المباراة واحتفالات الفوز، تامر حسني أشعل الأجواء بحفله داخل استاد القاهرة، بينما فضلت صور الأسرة الصغيرة هي أكتر حاجة متداولة على السوشيال ميديا، لتتحول لحظة رياضية عادية إلى حديث الجمهور والترند الأول خلال ساعات قليلة.